يا اهلا بكل محبين قصة فيلم. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الاول وما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. فيلمنا النهاردة هو قصة حقيقية تم تداولها في المحاكم الامريكية، وبيبدأ الفيلم مع ساندي واللي بتكون بتغرق في البحيرة، وهي بتقول انها دايما بتحلم انها بتغرق وان اللي بيغرقها هو حد المفروض يكون اقرب واحد ليها. وبننتقل لبيت ساندي عشان نشوفها في بيتها في يوم عزا جوزها اللي مات من كام يوم، وبتكون معاها صاحبتها لوري واللي بتبقى واقفه جنبها وبتواسيها وبتقول لها انها تكون جنبها هي وابنها تايسون لحد ما تعدي الازمه اللي هي فيها. وبتعدي فتره وبتشوف ساندي وهي بتصحى من النوم، واول حاجه بتعملها انها بتكتب شعر في دفتر اليوميات بتاعها، وبيبقى باين من اللي بتكتبه انها تخضت ازمه موت جوزها. ولما بتروح للمطبخ بتكون صاحبتها لوري هناك وبتبقى محضره لها القهوه والفطار، ولما بتشوف لوري دفتر المذكرات بتاعها بتحاول تاخده منها عشان تقرا الشعر اللي هي كاتباه، بس ساندي بترفض وبتقول لها انها مش مستعده اي حد يقرا اللي هي بتكتبه في يومياتها. ولما ساندي بتعرف ان لوري دفعت ايجار البيت كالعاده بتشكرها لانها واقفه جنبها. وهنا تايسون بيدخل المطبخ فلوري بتحط له الفطار وبتقول لهم ان النهارده عنده مباراه بيسبول مهمه وهم هيكونوا معاه وهيشجعوه. وبننتقل لملعب البيسبول وهناك تايسون بيلعب المباراه مع فريقه ولوري بتشجعه، وامه بتكون شغاله في المطعم اللي في الملعب، فبيروح واحد اسمه راندي بيشتري منها اكل، ووقتها ابنه جريج بيطلب من ساندي انها تخرج مع ابوه في ميعاد. فراندي بيقول لها ان ابنه صريح شويه وبيسالها اذا كانت موافقه تخرج معاه، فبيبان ان هي متردده. وهنا راندي بيكتب لها رقمه وبيقول لها ان هيستنى منها تليفون. وفي نفس اليوم بالليل ساندي بتتصل بيه، وتاني يوم بيروح لها البيت ولوري هي اللي بتفتح له الباب. فراندي بيقول لها انه ما كانش يعرف ان ساندي معاها في بيت شركه سكن، فلوري بتقول لها ان البيت ده بيت ساندي وهي بتدفع معاها مبلغ صغير من الايجار، فبيسالها اذا كانت ساندي غنيه ولا لا، فلوري بتقول له ان جوز ساندي اللي مات هو اللي كان غني. وهنا بتنزل ساندي من اوضتها، ولما راندي بيشوفها بيقول لها انها جميله جدا، فبيبان عليها التوتر، وبعد كده بتخرج معاه. وبعد كام ساعه بتكون لوري بتتفرج هي وتايسون على فيلم في البيت، وبيبان على تايسون انه متضايق، فلوري بتساله اذا كان متضايق بسبب ان امه خرجت في ميعاد، فبيقول لها انه متضايق شويه ولكن امه من حقها انها تعيش حياتها. وبنشوف ساندي وهي مع راندي وبيكون باين عليها انها مبسوطه جدا. وبالليل بيوصلها للبيت ولوري بتشوفه من شباك اوضتها، ولما بتكون ساندي في اوضتها لوري بتروح لها وبتسالها عن راندي، فبتقول لها انه راجل كويس جدا وهو البني ادم اللي كانت بتدور عليه، وبتقول لها ان ارمل ومراته ماتت من سنتين وهننتقل لبيت راندي بعد شهرين. وبنشوف راندي وهو عازم ساندي ولوري، وعازم كمان صاحبه جون ومراته ميجان وبنتهم دينا. ولوري بتعرف من ميجان ان راندي وجون صحاب من سنين، وبتلاحظ ان راندي بيتعامل مع دينا بطريقه غريبه، وخصوصا لما بتتفاجئ بدينا بتقرب من راندي وبتقول له حاجه بصوت واطي. وبعدها راندي بيقول لهم ان دينا قدرت تخسر 300 باوند من وزنها وبيدي لها $300. وساعتها ميجان بتقول للوري ان راندي وعد دينا ان كل 100 باوند هتخسرها من وزنها هيديها عليها $100. وبعد الاكل بتدخل لوري الاطباق البيت، ووقتها بتشوف دولاب بوجه ازاز وجواه نياشين وميداليات راندي اخدها وهو في الحرب. وهنا راندي بيدخل البيت وبيقول لها انه اخذ الميداليات دي كلها لما كان ضابط في الجيش. ولما بتساله مراتك ماتت ازاي بيقول لها انهم كانوا بيتسلقوا جبل والحبل بتاعها اتقطع ووقعت من ارتفاع كبير. وفي نفس اليوم بالليل ساندي بتوري لوري خاتم الخطوبه اللي قدمه لها راندي، بس لوري بتقول لها انها مش مرتاحه لراندي وانها لسه قدامها وقت عشان تاخد قرار، ولكن ساندي بتقول لها انها خلاص اخذت قرارها بانها هتكمل حياتها مع راندي، وبتطلب منها انها تبطل قلق عليها. وبعد فتره قصيره راندي وساندي بيتجوزوا فعلا، وبتفضل لوري عايشه معاهم. ولما لوري بتدخل المطبخ ورا جريج ابن راندي بتحاول انها تعرف منه اي حاجه عن ابوه، وبيدخل راندي المطبخ وبيلمح لها انها هيسمح لها انها تعيش معاهم ولكن لفتره بسيطه. وفي نفس اليوم بالليل بتصحى لوري على صوت ساندي وهي بتصرخ، فبتروح لها لوري بسرعه على اوضه نومها، ووقتها بتلاقي راندي بيخنق ساندي فبتبعده عنها. وهنا ساندي بتطلب منها انها تخرج من الاوضه وتسيبهم وتقفل الباب وراها. ووقتها راندي بيسال ساندي اذا كانت كويسه ولا لا، فبتقول له انها كويسه. وتاني يوم الصبح بيكون راندي بيضرب جريج وتايسون. ولما لوري بتسال ساندي عن اللي حصل امبارح، ساندي بتقول لها ان راندي بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمه بسبب اللي حصل له في الحرب، وبتقول لها انا مراته ولازم استحمله واقف جنبه. ولما لوري بتنظف اوضه جريج بتكتشف ان سريره مبلول، وقتها جريج بيدخل اوضته وبيطلب منها انها ما تعرفش ابوه. وهنا ابوه بيدخل الاوضه وبيقول له انه هيوصله المدرسه، فبتغطي لوري السرير عشان راندي ما يعرفش اللي حصل. وبالليل بيكونوا كلهم بيتعشوا ودينا بتكون معاهم، وساعتها بيتكلموا عن الرحله اللي راندي هياخد فيها ساندي والولاد. ودينا بتقول لراندي انها خست 200 باوند فبيديها $200، بس لوري بتقول لها انها حلوه ومش محتاجه انها تخس، ولكن دينا بتتجاهل كلامها. ولما ساندي بتحضر اللبس اللي هتاخده معاها في السفر بتكون لوري معاها، واللي بتقول لها عن علاقه جوزها بدينا غريبه شويه، فساندي بتقول لها انه بيساعدها عشان تخسر وزنها وتستعيد ثقتها في نفسها. ولما لوري بتسالها عن علاقتها بجوزها بتقول لها انه بيبعد عنها بسبب الاضطرابات النفسيه اللي عنده. وهنا بنشوف راندي وهو بيسمعهم من غير ما هم يشوفوه. وبالليل لوري بتسال دينا واللي بتكون عايشه معاهم في البيت اذا كان راندي بيضايقها، فبتتعصب دينا عليها وبتسالها عن السبب اللي مخليها عايشه معاهم، وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم الصبح بتكون لوري في الجراج، فبتكتشف بالصدفه ان راندي محتفظ برماد مراته اللي ماتت، فبتروح تقول لساندي عن اللي شافته، فبتقول لها انها مش مرتاحه لراندي وحاسه انه بيدبر لها حاجه. وهنا ساندي بتتعصب عليها وبتهديها وبتقول لها انها ما تعرفش حاجه عن الرجاله والجواز، بدليل انها تخطت ال 40 سنه ولسه ما عندهاش اسره. بتطلب منها انها تسيب بيتها وتروح تعيش بعيد عنها. وتاني يوم بنشوف لوري وهي في بيتها الجديد، وبعد كام يوم بتتصل ساندي بيها وبتطلب منها انها تروح لها بسرعه، فبتاخد لوري عربيتها وبتروح لها هناك. وهناك ساندي بتسلم عليها وبتشكرها لانها جات لها على طول، وبتقول لها انها مش عارفه تشغل العربيه، وبتطلب منها انها تصلحها لانها عاوزه تخرج تشتري حاجات. وبتقدر لوري انها تصلح العربيه،
وبعدها بتسالها عن احوالها واحوال تايسون، فساندي بيبان عليها انها مش مبسوطه ولكنها بتقول لها ان كل حاجه كويسه. وبعدها بتعزمها لوري هي وتايسون على العشاء يوم الاحد، فساندي بتوافق. وبعد كام ساعه بيسمع تايسون راندي وهو بيتعصب على امه، وبيشوفه وهو بيقول لها ان كل حاجه اللي اشتريتيها ملهاش لازمه، وانه اكتر من مره يقول لها انها ما تنفعش في اي حاجه، وان هو اللي هيشتري حاجتهم ولازم تسمع كلامه وتنفذ اوامره لانه جوزها. وتاني يوم بنشوف ساندي وهي في الجراج وبتكون بتكتب في مذكراتها، واول ما بتسمع راندي بينادي عليها بيبان عليها الخوف وبتدور على اي مكان تخبي فيه مذكراتها. ولما بتروح له بيقول لها انهم هيعملوا رحله تخيم يوم الاحد، ولما بتقول انها عايزه تاخد تايسون وتروح يتعشوا مع لوري يوم الاحد بيرفض. ويوم الاثنين بتكون لوري في عربيتها، فبتسمع في الراديو خبر غرق ساندي وموتها في البحيره فبتنهار. وفي نفس الوقت بيكون راندي مع جريج وتايسون في المطعم، ولما راندي بيشوف تايسون بيعيط بيقول له ان مفيش راجل بيعيط، وانهم في الجيش اتعلموا انهم ما يحزنوش على اي حد بيموت مهما كان قريب منهم. وفي نفس اليوم بالليل بتروح لوري راندي وبتساله عن اللي حصل، فراندي بيقول لها انهم كانوا في القارب مع بعض، فحصل لساندي تشنج في رجليها ووقعت في البحيره وما عرفش انه ينقذها. فلوري بتقول لراندي انها مش مصدقاه وبتطلب منه انها تشوف تايسون، فبيرفض وبيقفل الباب في وشها، وما بيبقاش باين عليه انه حزين او متضايق مع انه مراته ماتت من يوم واحد بس. وفي نفس اليوم بالليل بتحلم لوري براندي وهو بيغرق ساندي وتايسون في البحيره، فبتقوم من النوم مفزوعه وبتروح المطبخ عشان تشرب ميه، ومن شباك المطبخ بتشوف عربيه بتقف قدام بيتها، فبتاخد حاجه تدافع بيها عن نفسها وبتطلع تهاجم اللي في العربيه، بس بتكتشف انها واحده ست، وساعتها بتسالها انت مين وايه اللي جابك هنا، فبتقول ان اسمها دنة وانها طليقه راندي. فلوري بتدخلها البيت، وساعتها دنة بتقول لها انها لما قابلت راندي كانت لسه مطلقه من قريب، ووقتها جريج ابن راندي طلب منها انها تخرج في ميعاد مع ابوه، فوافقت وحست بعد كده ان راندي هو الراجل اللي كانت بتدور عليه بقالها سنين، لحد ما اتجوزه وتحول لشخص تاني كان بيكرهها فيه وفي نفسها. وفي يوم اخدها البحيره واتصدم في صخره متعمد فوقعت في البحيره، وبتقول لها ان يومها ابوها هو اللي انقذها وطلعها من البحيره. ويومها راندي ادعى ان اللي حصل ده كانت حادثه، لكنها متاكده انه كان عاوز يغرقها. ولما لوري بتسالها ليه ما بلغتش الشرطه، دنة بتقول لها ان الشرطه ما كانوش هيصدقوها لان ابوها وامها نفسهم ما صدقوهاش. فلوري بتسالها عن سبب اللي خلاها تجيلها دلوقتي وتقول لها الكلام ده، فدوما بتقول لها انها لما سمعت اللي حصل لساندي قررت انها تبلغها باللي حصل لها، لانها متاكده ان راندي هو اللي قتل ساندي وانه هيعمل كده مع ستات تانية. وتاني يوم الصبح راندي بيلاقي اطباق الاكل مش مغسوله في الحوض، فبينادي على جريج وتايسون فبيتنرفز عليهم وبيعاقبهم وبيخليهم ينظفوا الارض، وبيطلب منهم انهم يخلصوا غسيل الاطباق. وفي نفس الوقت بتروح لوري تبلغ عن راندي في اسم الشرطه، وبتتهم ان هو اللي قتل ساندي، وبتقول لهم ان طليقته دنة مستعده انها تشهد باللي عمله معاها. فالمحققه سوبي بتقول لها ان تقرير المعمل الجنائي بيقول ان ساندي ماتت بسبب الغرق، وان مفيش اي علامات على جسمها تدل ان في حد غرقها. فلوري بتقول لها ان راندي مش باين عليه انه حزين عليها، ده غير ان مراته الاولانيه ماتت في حادثه ودنة كانت هتغرق وهو اللي حاول يغرقها. ولكن المحققه ما بتقتنعش بكلامها، ولما بتخرج لوري من مكتبها بتخرج سوبي وراها. فلوري بتقول لها انها لازم تنقذ تايسون من ايد راندي، فسوبي بتوعدها انها هتشوف اذا كانت ساندي سابت وصيه لحد من اهلها، وبتوعدها انها هتساعدها. وبتخرج لوري من القسم وبتروح على بيت ساندي، وهناك بتلاقي هدوم ساندي جوه اكياس الكمامه قدام باب البيت. وفي اللحظه دي بيفتح راندي باب البيت وبيقول لها ان الحاجات دي كلها كمامه وتقدر تاخد منها اللي هي عاوزاه. فبتقول له لوري انها عدت على البنك ولقيته اخد كل الفلوس اللي في حساب ساندي. وهنا بيطلع تايسون من البيت، واول ما بيشوف لوري بيجري عليها، ولكن راندي بيمسكه وبيطلب من لوري انها تدخل البيت. وهناك لوري بتشوف الطلب اللي قدمه راندي عشان ياخد فلوس ساندي من البنك، وبيعرفها بيقول لها انه اخد فلوس ساندي لانه كان جوزها، وكل حاجه كان ساندي بتمتلكها بقت ملكه دلوقتي بما فيهم تايسون. فبتقول له لوري انه لو كان فاكر انها ست وحيده وضعيفه يبقى غلطان، فبتقول له انها عارفه كل اللي عمله قبل كده. فبيسالها انت اتكلمت مع مين، فبتتجاهل سؤاله وبتقول له انها هتاخد تايسون، فبتطردها من البيت. ولما بتخرج من البيت تايسون بيخرج وراها، فبيترجاها انها تاخده معاها، فلوري بتوعده انها تاخده يعيش معاها قريب. وفي اللحظه دي راندي بينادي على تايسون، فتايسون بيخاف وبيروح له على طول. وفي نفس الوقت بتلم دينا هدومها عشان تروح تعيش مع راندي، وبيحاول ابوها وامها ان هم يمنعوها، لكنها بتصمم على موقفها وبتسيب البيت وبتمشي. وبنشوف المحققه سوبي واللي بتقابل واحد بيقول لها ان اول ما عرف انها بتدور ورا راندي قرر ان هو يساعدها، وبيوريها تقرير موت جانيس مرات راندي الاولى وصور لراندي وهو في الجيش، وبيقول لها ان كل مره كان بيستجوب فيها راندي كانت قصته بتتغير. وبيقول لها انا كنت متاكد ان راندي هو اللي قتل مراته، لكن ما قدرتش اثبت الجريمه عليه، ولما انت اتصلت بيا وقلت لي ان مرات راندي الثانيه ماتت ما اتفاجئتش كتير. وبتروح لوري لجون صاحب راندي وبتحاول تعرف منه اي حاجه عن راندي، لكنه ما بيقولهاش حاجه. بس ميجان مراته بتقول لها ان راندي كان خاطب واحده اسمها ميري قبل ساندي وسابها بعد فتره بسيطه. فبتروح لوري تزور ميري، وبعد ما لوري بتحكي لميري عن كل حاجه، ميري بتقول لها انها اكتشفت من بعد خطوبتها لراندي انها عندها السرطان، فراندي اتخلى عنها وسابها. فلوري بتقول لها ان راندي ما سابهاش لان عندها السرطان، لكنه سابها لان ما عندهاش فلوس، والا كان زمانه قتلها زي ما قتل مراته الاولى وصاحبتها ساندي. فبتقول لها ميري انها مستعده تشهد معاها. وفي نفس الوقت بتكون دينا مع راندي وتايسون وجريج بعد ما اشتروا طلبات من السوبر ماركت، وقتها راندي بيشوف واحده فبيروح عليها جريج وبيكرر نفسه اللي عمله دايما، فبياخد منها الحاجه اللي معاها وبيوصلوها لعربيتها. وهنا بتبان الغيره على دينا، وبننتقل للمحققه سوبي اللي بتقابل لوري وبتدي لها وصيه ساندي، واللي بيكون مكتوب فيها ان ساندي سابت كل حاجه بتمتلكها لابنها تايسون، وصاحبتها لوري هي الوصيه الوحيده عليه، وكل ممتلكاتها امانه عندها لحد ما تايسون يبلغ سن الرشد وتسلمها له. فبتروح لوري عشان تاخد تايسون، ولما بيحاول راندي يمنعها بتقول له انها عارفه ان المحاميه بتاعته اتصلت بيه
وبلغته عن موضوع الوصيه، وبتقول ان لو مسلمهاش تايسون هتاخده منه بقوه الشرطه، وبتاخد تايسون وبتمشي. وبتروح المحققه سوبل للمدعيه العامه وبتطلب منها انها تساعدها في اثبات الجريمه على راندي. فالمدعيه العامه بتقول لها انها تصدر امر تفتيش بيت راندي، وبتقول لها انهم اكيد هيلاقوا دليل ادانته في البيت. فبتقبض على راندي وبيفتشوا البيت، وبتقدر المحققه سوبي انها تلاقي مذكرات ساندي، وبيتم التحقيق مع راندي وبيواجهوه بالكلام اللي ساندي كاتباه في مذكراتها، واللي بتقول فيها ان راندي بيكرهها وبيكره تايسون، وان مفيش اي حاجه بتعملها بترضيه، وانها خايفه منه. وفي نفس الوقت بتروح لوري تزور دينا في بيتها، وبتقول لها ان راندي كان بيخدعها، وبتحكي لها على كل اللي عمله. فبتنهار دينا وبتقول لها ان كان وعدها بالجواز، وبتعتذر لابوها ومراته عن اللي عملته. وبتروح معاها هي وميري ودونا عشان يشهدوا على راندي، وبتحبس راندي بتهمه قتل ساندي. وبنعرف في اخر الفيلم ان يوم محاكمه راندي اكتر من 100 شاهد شهدوا ضده، وهيئه المحلفين ادانته، وصدر عليه حكم بالسجن لمده 50 سنه. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك. هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.